السلام عليكم، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تعملي اشتراك وتعملي لايك للفيديو ده لو عجبك، وقولي لي رايكم في الكومنتات. بصي النهارده هقولك على كام حاجه كده انا جبتها في جهازي وندمت عليها، وحاجات تانية نسيت اجيبها او افتكرت ان هي مش مهمه، وبعدين لقيت نفسي لازم اجيبها وندمت ان انا ما جبتهاش، عشان اي بنوته بتجهز تخلي بالها من الحاجات دي كويس. كمان الموضوع ده فارق معايا انا، لان انا ما كنتش بجيب جهازي كله على بعضه، وماما كانت بتجيب لي حاجات الاول زمان، وبعدين بقيت كل شويه ما يكون في فلوس او في حاجه انزل اجيب شويه بشويه، ما جبتش على بعضه. لكن لو هتجيبي على بعضه بتفرق شويه، يعني بتبقي مركزه في الحاجات اكتر. لكن لما بتجيبي وبتنسي فممكن تلاقي نفسك كررتي الحاجات او نسيتي انت جبتي ايه وما جبتيش ايه لو لسه ما كتبتيش او كده. ف حاجه هقول لكم على حاجه، انا اول حاجه انا نسيت اجيبها ولقيت نفسي بصراحه محتاجاها جدا، صينيه كبيره للتقديم. اعتمدت ان انا قلت انا هحتاجها في ايه، ما انا كده كده هاكل، يا اما هناكل على السفره او لو هناكل مثلا في الانتريه هناكل على ترابيزه الانتريه. وعندي صينيه، الصواني اللي هي بتبقى مقاسات دي، صواني التقديم بتبقى مقاسات، فقلت خلاص الحجم الكبير ده تمام كويس. بعدين لقيت ان انا لا، محتاجه ضروري صينيه اللي هي بتبقى كبيره قوي دي. لان انتي هيحصل عزومات، هيحصل زحمه، هيحصل مثلا عندك اطفال عايزين ياكلوا، هيحصل مره عايزه تاكلي تاكلي على السرير او تاكلي مثلا على الكنبه او حاجه، مش هتاكلي يعني على الترابيزه، فهتحتاجيها في حاجات كتير جدا. فلقيت نفسي بصراحه محتاجاه، لان اكبر صينيه في اللي هي التقديم اللي هما بيبقوا اطقم مع بعض بتبقى اكبر واحده، برضو مش كبيره للدرجه اللي انا بتكلم عليها. فانتي محتاجه اللي هي تبقى الفرداني الكبيره خالص، دي حاجة مهمة. وكمان هاتي مشمع، اللي هو المشمع بتاع الأكل، لأن برضو لما هتلاقي في عزومة وعدد، لما كان عندي عدد لقيت نفسي ما عنديش حاجة أفرشها أو كده. السفرة كده كده هي ستة أفراد، طب ما في عدد أكبر محتاجين أكتر بكتير السفرة، ولو هناكل لو في حاجة شوية هياكلوا مثلا على الترابيزة اللي في الأنتريه هتبقى محتاجة ناس تانية لو هتاكل على الأرض أو لو الأطفال أو كده. فانتي هتجيبي برضو تعملي حسابك في مفرش او المشمع اللي هو بتاع الاكل، يعني لو السفرة يعني بتاعتك صغيرة. حاجة كمان برضو انا عايزة اقولك عليها، لان انا عشان قلتلكوا كنت بجيب جهازي كل شوية، كل حاجة شوية. بصوا بقى الشوبات، انا ما بحبش قوي الكاسات، يعني انتي عموما ما تكتريش في الكاسات خالص. ملهاش لازمة، يعني هتيجي طقم طقمين كده يعني شكل وتغيير وبتاع، لكن مش عملية خالص. الشوبات بقى اللي كتري منها عادي، لان الشوبات بتنفع للضيوف، بتنفع ليك انت في رمضان في عصاير، يعني عادي. لكن مش زي الكاسات، الكاسات مش عملية للاستخدام العادي اليومي مثلا. بس بقى بصوا المشكلة في حاجة في الشوبات انا وقعت فيها، ما توقعيش فيها. انا جبت دول، انا يعني لقيت شكلهم عجبني، دول معاهم يعني 3 اطقم في بعض، الشوب الكبير ده ومعاه اتنين صغيرين تاني مقاسين، وده معاه مقاس تاني صغير برضه. المهم ان حجمهم كبير جدا جدا جدا، يعني كذا مرة يكون مثلا عندي حد جالي ضيف على فجأة او كده، وما عنديش مثلا، ما عندكيش غير ازازة عصير او ازازة بيبسي او كده، دي ما شاء الله الكوباية الواحدة بتاخد نص لتر، فتلاقيها ما بتنجزش خالص معاكي يعني، فبضطر احط في كاسات. ببقى عايزه احط في شوب عادي، بلاقي ان باجي اصب فعلا مره لقيت يا دوبك اللتر جاي على كوبايتين، وانا كان جاي لي تقريبا 4 أو 5. فهي كبيرة جدا جدا. فحاولي تجيبي مقاسات مختلفة، الكبيرة دي حلوة لو للكوكتيل، حلوة للعصاير اللي زي كده، او حلوة لو انت عندك بزيادة. لكن الوسط مش صغيرة، المقاس العادي خالص الوسط بتنفع بقى في وقت زي كده، لو انت مثلا عندك شوية عصير كده تقدري تحطي للناس او للضيوف لو جت على غفلة. فركزي فيها موضوع الشوبات ده، وحاولي ايه ما تكتريش، وزي ما قلت لكم ما تكتريش في الكاسات، لو يعني عوضي في الشوبات اكتر، الشوبات عمليه جدا. حاجه كمان بقى انا برضو وقعت فيها، لان كنت بجيب كل شويه حاجات. بصوا انا حاجه كمان ان انتي تركزي ان الاشكال بتاع الاطقم بتاعتك تبقى مختلفه شويه، يعني بصوا ده المفروض ان هو طقم البورسلين بتاعي. بصوا بقى طقم الميلامين، بصي نفس الشيء
يعني مربع ونفس المقاسات ونفس الستايل. طبعا ما خدتش بالي غير بعدها بفتره لو انا بطلع الحاجه. يعني انا عشان طبعا انتي بتختاري حاجه قريبه من ذوقك، بس برضو شكلي لان انتي بعد شويه هتزهقي وعايزه تغيري وعايزه تجددي. فبصوا انا بعد كده لما وانا بفرش اكتشفت ان ايه ده، الحاجات شبه بعض جدا. وطبعا انا بحب الفضي جدا، جايبه كله على فضي برضو. بصوا صيني، فبصي وبرضو الصيني يعني شبه برضو فضي. فيعني غيري شويه. بصي كمان الانيل من ده بقى طقم، في طقم كده اسمه ملك النيش، ماما كانت جايبهولي برضو. انا ما بحبش طبعا، يعني اي واحده هتتجوز ما تجيبش طبعا الكميات دي وما تجيبش الحاجات دي كلها. انت هتجيبي بس طقم للاستخدام على حسب انت عايزه تستخدمي ايه او ايه اللي هتحطيه في المطبقيه. ومثلا طقم او طقمين في النيش، او هتشيليه يعني لو مش جايبه نيش هتشيليه للضيوف. بصوا مثلا دول، تخيلوا ان دول طقمين مختلفين او ربنا والله العظيم مختلفين. يعني بصي انا اصلا بعد كده قعدت ادور على الاختلاف، ايه ده فين، بغض النظر ان مربع ومدور، بس في الرسمه نفسها يعني بسيط قوي، فانت ما تحسيش باختلاف لو شربتي في ده او شربتي في ده. يعني اكتشفت ان ده كان ده تقريبا اللي هو ملك النيش، وده طقم كده فناجين او فناجين لوحده. فحاولي شكلي شويه وغيري، ما تجيبيش كله كده عشان ما تحسيش ان انت زهقتي او مليتي او كده. حاجه كمان بقى هقولك عليها، هاتي كوبايات بلاستيك، لان معرض يجيلك اطفال بتبقي عايزه تشربيهم فيها، او تحطي مثلا كوبايه جنب الكولمن او كده عشان لو في عيال او في عزومه او كده يعرفوا يدخلوا يشربوا بدل ما يكسروا لك الازاز بتاعك. كمان الطاسات، انا طبعا هو كل البنات دلوقتي عادي بتجيب الطاسات، بس يعني وانتي بتجيبي الطاسات طبعا ركزي في احجامها، تبقى احجام مقاسات مختلفه. عشان انا شفت وانا بشتري في طاسات يعني احجامها قريبه جدا من بعض، تحسيهم هم اي واحده صغيره قوي والاتنين تانيين كبار جدا، مفيش وسط. فلا وانتي بتجيبي حاولي تنوعي شويه، يبقوا احجام مختلفه. وما تستغنيش بيهم عن الطاسه اللي هي الغويطه، اللي هي بتبقى اسمها مقلايه، ولا مش اللي بنقلي فيها، لا اللي هي الغويطه، تيفال او سيراميك او جرانيت ايا كان. الغويطه دي عمليه جدا، فركزي فيها. وكمان الطاسات تركزي في حاجه برضو، ان انتي ما تجيبيهاش اللي هي بيبقى فيها نقشه من جوه كده، بتبقى بارزه كده فيها حروف فيها بروز من جوه، لا دي بتبقى رخمه وبتلم ساعات، بتلم بقى مثلا وساخه او حاجه، وطبعا بتبقى سيراميك او جرانيت وانتي مش عارفه تدعكيها جامد، وبتبقى رخمه قوي في التنظيف. فهاتي اللي هي ناعمه مسحه خالص، دي بتبقى احسن بصراحه. كمان اهتمي بالشفاشق، لان انا لقيت نفسي برضو مش جايبه شفاشق كتير. يعني هو في شفشق او اللي هو الطقم بتاع اللي بيبقى في النيش ده برضو طقم شربات، وتقريبا شفشقين تانيين، فما شاء الله يعني كسرت منهم 2 اول الجواز، فاضطريت ان انا اجيب بقى. فاهتمي بيهم، لان الشفاشق بتبقى حلوه جدا في العزومه، برضو في رمضان اساسي في الحاجات دي. ففي حاجات انتي مع الاستخدام بتبداي تركزي ان هي عمليه او مش عمليه او احتاجتيها او كده. حاجه كمان ازايز الميه، انا جبت الازايز الميه اللي جبتها، يعني جبت 2 كبار قوي للتخزين، مش كبار قوي لا، هي لتر ونص يعني، اللي حطها كده رخامه للخزين او حاجه لو الميه تقطع. والباقيين طلعوا صغيرين قوي، طلعوا تقريبا اقل من نص لتر، صغيرين جدا. ما كنتش اعرف، انا عجبني شكلهم والالوان وكده فجبتهم. فطبعا انتي الاحسن لو هتجيبي الازاز صحيه اكتر، وبقى حاولي هاتي مقاسات كبيره شويه او نوعي فيهم، لان الصغيره دي كنت بملاها مثلا احطها جنبنا ما بيكملش، كل واحد بيشرب بق بتبقى خلصت فلا هاتي كبيره شويه، او هاتي مثلا مقاسات. لو مش هتجيبي مقاسات هاتي مقاس اللي هو اللتر يعني، او اقل من اللتر حاجه بسيطه، ده مقاس كويس لكن الصغيره دي مش عمليه يعني، او لو هتجيبيها لازم اساسي تجيبيه اكبر شويه. حاجه كمان كنت اقولك عليها، المعالق السيليكون. طبعا هتجيبيها كده كده لان انتي جايبه طقم جرانيت او سيراميك او كده او تيفال. بس هاتي اقل حاجه تجيبي 3 معالق مثلا، يعني كتري فيهم، لان انتي بتحتاجي مثلا وانتي بتعملي اكل
اساسي 2، اكيد بتعملي صنفين ولا حاجه. فتخليهم للاكل، لازم هتخلي واحده بقى للحلويات، لان انا عندي 2 بس وبستخدمهم طبعا على طول. مع الوقت بقى ريحتهم توم، ريحتهم بصل، بحس ان هما يعني الريحه بتثبت فيهم شويه مهما يتغسلوا بتفضل فيهم ريحه. فقلت لا، لازم اجيب واحده للحلويات، لان بحس بعد كده ممكن تكرف عليها بقى، لو عامله جيلي، لو عامله تعملي رز باللبن، لو تعملي اي حاجه يعني هتلاقيها حاسه ان هي هتكرف عليها او كده. فتشيلي واحده للحلويات وخلي 2 للاستخدام بتاعك، يعني اللي هو الاكل. حاجة كمان برضو، اعملي حسابك في مثلا حلة او حلتين كبار شوية للعزومات، لان انا مكنتش عاملة حسابي على ده. فلقيت نفسي لما بيكون في عزومة كبيرة، معلش عمر بس بيستهبل، بيخبط راسه في الحيطة، قاعد وبيخبط راسه في الحيطة وبعدين يعيط عشان اروح له بقى، جو استهبال ومحن وكده. المهم كنت بقول لكم على على الحلل الكبيرة شوية للعزومات، لان لقيت نفسي يعني احتست شوية لما كان عندي عزومة كبيرة. كانت تقريبا في، مش فاكرة، كانت في اول جوازي او حاجة زي كده. حاجة كمان برضو الميلامين بقى، طقم الميلامين ما بقاش اساسي يعني. ايه يا بابا ثواني. طقم الميلامين يعني خلاص، انت مثلا جايبة تيفال، جايبة جرانيت، جايبة اطقم تانية، فمش لازم يعني ميلامين، قصدي مش لازم ألمونيا. ألمونيا يا جماعة معلش. بس يا عمر فأنا جبت طقم ألمونيا، وبصراحة ما بستخدموش أصلا، يعني مركون وشايلاه على الفاضي. بس يا عمر بقى شايلاه على الفاضي، عامل مكان، ولما بستخدم فين وفين لو استخدمت منه حلة ببقى شايلة هم بقى تسود وبتعمل مش حلوة يعني. معرفش، انا ما حبيتش يعني ملهاش لازمة نجيبه ليه ونركنه. لو انت جايبه اطقم تانية مثلا سلستين وتيفال جرانيت او طقمين منهم، خلاص. انا كل استخدامي للتيفال والجرانيت، ما بستخدمش الالومنيا خالص. فبلاش يعني لو انت جايبه الاطقم التانية. حاجه كمان برضو جبتها وندمت عليها، عجبني شكلها بس ولقيت ان هي مش عمليه قوي او رخمه جدا في التنظيف. الاطباق اللي هي البلاستيك المضلعه من بره، اللي طالعه جديد دي، الاطباق البينك والتركواز والحاجات دي، مضلعه من بره، دي رخمه جدا يعني. الحتت اللي هي مضلعه دي بتتوسخ ومتعرفيش تنضفيها، ومع الوقت بتسود، رخمه جدا جدا في التنظيف. فبلاش الحاجات المضلعه دي، بجد بجد خنيقه. واللي هي الاطباق اللي هي اللي طلعت جديد برضو، القلوب دي اللي طالعه جديده الصغننه، جبت منها برضو ورخمه قوي في التنظيف، ولو اتسابت في المطبقيه شويه بتتطرب وغبيه يعني في التنظيف، مش بميه كده وخلاص، لا، عايزه بقى تفضلي تدعكي حته حته وصف صف كده بايدك، فبلاش منها خالص. آه كمان بقى حاجه اقول لكم عليها نصيحه يعني، عشان انا ما لحقتش اعملها. يعني عايزه ايه؟ ما لحقتش اعملها. اول فتره انا جايبه الطقم الميلامين ده اللي وريته لكم. طقم الميلامين ده هو الاستخدام بتاعي اللي انا كنت حاطاه اللي انا حاطاه يعني دلوقتي في المطبخيه. فطبعا انا بقالي دلوقتي يعني 2 اهو متجوزه. كنت عايزه اغير يعني اطلع طقم تاني. لقيت ان ما شاء الله عمر دلوقتي 10 شهور، فمعرفش خالص ان انا اطلع طقم ازاز ولا طقم بورسلين استخدمه او كده. فانتي استخدمي الطقم اللي انتي هتخافي عليه الاول. هو مفيش عيال، استمتعي بقى، لو عندك ازاز، لو عندك صيني، لو بورسلين، اي طقم كده استخدميه وافرحي بيه شويه لحد ما يجيلك عيل وغيري بقى ايه ساعتها، حطي الميلامين يبقى اسمك غيرتي. لكن انا كده حاسه ان انا هفضل لابسه فيه، مش عارفه اغيره خالص. يا عمر خلاص ثواني. اخر حاجه بقى المعالق. سواء جبتي بقى شنطه المعالق اللي انا معترض عليها او ما جبتيهاش، بس حتى لو جبتيها اعملي حسابك. هو ثواني. اخر حاجه بقى كنت بقولكوا عليها المعالق، سواء اشتريتي شنطه معالق او لا. انا طبعا ضد شنطه المعالق، ان هي غاليه على الفاضي. انت ممكن تشتري معالق تانية
يعني فرداني اشكال حلوه جدا، وتشتري عدد اكبر كمان، لان شنطه المعالي انا مش عارفه كله زي بعضه ولا لا، بس بتاعت هنا فيها تشكيلات كتير، بس هي في الاخر 12 معلقه. فبرضو احتجت ان انا اشتري تاني. لو في عدد كبير عندي لازم هتشتري تاني، فتعملي حسابك تبقي شاريه برضو فرداني. حاولي يبقى شبه المعالق اللي عندك شويه كده، عشان لو في عزومه او حاجه تبقي مطلعاهم كلهم شبه بعض. بجد بجد يا بنات، خففوا على نفسكم شويه، بلاش شنطه معالي. انا مش عشان انا جايباها، انا الكلام ده يعني ماما كانت جايباها لي من زمان، لكن انا لو انا اللي بجيب او انا اللي كنت ساعتها مدركه الموضوع ما كنتش هجيب الحاجات دي. بلاش شنط معالق، بلاش النيش يبقى مليان على اخره. انا مش ضد النيش ان انت ما تجيبيهوش خالص، لا عادي، هاتي نيش صغير، هاتي صغير كده ضرفتين. هتشيلي فيه مثلا، بلاش صيني بقى خالص لان ده سعره رفع جدا. هاتي اركوبال، هاتي بايركس، اتنين كده خليهم في النيش لو في ضيوف او في حاجه وخلاص، غير الطقم اللي انت هتستخدميه في المطبخ ده كده كويس جدا. ومثلا هتجيبي كاسات، ما تكتريش، هما طقمين كفايه. والشوبات بقى اللي ممكن تكتري فيها شويه عشان دول العمليين، وخلاص. ما تبهرجيش الدنيا، مش مستاهله والله العظيم. طقم ملك نيش وطقم ده فناجين لوحده، غير ان الصيني اصلا معاه فناجين مقاسين. طب ليه اجيب كل ده غير ان انا جايبه طقم تاني فناجين برضو الوان. بس الالوان ده انا جبته مؤخرا عشان انا اللي مختاراه بقى، انا اللي يعني نقيته على ذوقي، دي كانت حاجات ماما اللي جايباها، فكنت عايزه اجيب حاجات مودرن جديده شويه. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو في حاجات تانية افتكرتها او حاجات تانية لقيت نفسي محتاجاها مع الاستخدام هحاول اجمع لكم كله في فيديو. وان شاء الله يكون الفيديو ده يعجبكم، وقولوا رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.